مساء الخير عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اللي بيشوفنا لأول مرة يا جماعة، دي قناتي وانا امنة سالم. قناتي اسمها وفري تقدري، وهي بتعتمد كلها على الوصفات الاقتصادية والحاجات اللي من بره الغالية اللي نقدر نعملها ببساطة. النهاردة كده بمناسبة الحر الفظيع اللي احنا فيه عملنا مع بعض السوبيا. سوبيا جميلة جدا على فكرة. كوباية السوبيا صغيرة قد كده وتمنها الشيء الفلاني. طب ما احنا بشوية رز وشوية لبن صغيرين نقدر نعمل احلى سوبيا، ناكل احنا وولادنا لما نشبع. ليه نشتري الحاجة غالية واحنا نقدر نشتريها بكل بساطة؟ قصدي نقدر نعملها في البيت بكل بساطة. نص كوباية رز، نص كوباية رز بس. اللهم صل على سيدنا محمد. نجيب كده حلة يعني تكون غويتها شوية، نغسل الرز كويس قوي 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 كذا مرة لحد ما تبقى ميته رايقة، ونحط عليه كمية مية وفيرة كده، قد لتر مية مثلا او اقل شوية صغيرة. نسويه لحد ما نهرسه في ايدينا ينعم خالص كده زي ما انتوا شايفين كده. سلقته على النار، طلع النشا بتاعته اهي زي ما انتوا شايفين، وبدأ يستوي. انا عايزاه يستوي خالص، يتهرس كده. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ممكن واحنا برضو بنسويه بنحط له يعني شوية لبن، قد كوباية لبن كده جواه، وممكن نحط اللبن من بره. انا حطيت اللبن بره يعني مع السكر في الخلاط، يعني دوبت اللبن في الخلاط مع السكر. اللهم صل على سيدنا محمد. زي ما هنشوف دلوقتي سلقته بقى، نسيبه يبرد شويه عشان انا هعمله في الخلاط، عشان الخلاط ما يبصي لازم اسيبه يبرد شويه. وزي ما انتم شايفين كده، كل ما بتسيبوه ده رز، كل ما بتسيبوه كل ما بيتقل وبيشرب الميه اللي فيه. بس هناخد الرز ده على الخلاط ونضربه كده، ممكن مثلا على مرتين. نضرب الرز ده على مرتين، اللي هي نص كوبايه. شفتوا نفشت بقت قد ايه؟ ادي اول مره، يعني نص الكمية ضربتها في الخلاط. تضربيها ناعم جدا، وما يهمكيش انها خفيفة كده. الرز بيتقل، كل ما هتسيبيه هيتقل. اللهم صل على سيدنا محمد. وديت المرة التانية. ناخد بقى اللهم صل على سيدنا محمد، نحط في الخلاط نص كوباية سكر، وبعدين تدوقي. يعني السكر ده بيبقى حسب الرغبة فيه، يعني اللي بيحبوا مسكر فيه اللي لأ. وناخد مثلا عليه كوباية لبن، ونضربهم مع بعض ضرب جامد قوي لحد ما نحس ان السكر داب فعلا في اللبن. ننزل بقى في الخلاط، ننزل قصدي على الرز اللي احنا ضاربينه خلاص كده كله اتضرب كويس قوي. اللهم صل على سيدنا محمد. نقلب كله في بعضه. ال ال السوبيا الحلوة والسوبيا المززة يعني مكونات بسيطة اللي بتفرق عن ده. فالأساس اللي هنعملها دي تعتبر السوبيا الحلوة. اللهم صل على سيدنا محمد. أنا لقيتها يعني دقته لقيته دلع شوية، فحطيت سكر تاني. طبعا انت بتدوقيه وبتعملي حسب رغبتك انت. حطيت له معلقتين كمان سكر كده مليانين، أنا بحب الحاجة حلوة شوية. حطيت كمان معلقتين جوز الهند. بالنسبة للصوبيا الحلوة مش ممكن تستغني عن جوز الهند. لو هتعملي صوبيا مززة بس مش مهم تحطي جوز الهند. برضو بنقلب كده، كل حاجة بنحطها بنقلبها. وجوز الهند بس الفرق يعني في المحلات انهم بيحطوا جوز الهند السليمة، انما انا هنا عندي جوز الهند المبشور ده، ف يعني استخدمته، مش هتفرق كتير. برضو زي ما انتم شايفين هي لسه خفيفة، لانها لما تحط في التلاجة قوامها هيختلف تماما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتم شايفين كده لحد كده احنا كده عملنا الصوبيا الحلوه. يعني انت خلاص عايزه الصوبيا الحلوه مش عايزه المززه، صبي كده في واستخدموه على طول. انما لو عايزين بقى، احنا يعني بالنسبه لنا بنحب الصوبيا المززه. الصوبيا المززه في مكونين هم اللي يفرقوا ما بين الصوبيا الحلوه والصوبيا المززه. دي نص معلقه من ملح الليمون، وطبعا دي حاجة ما فيش غنى عنها، لابد ان احنا نستخدم ملح الليمون. وديت نص معلقة برضو من الخميرة، يعني دي نص معلقة لان معلقة صغيرة قوي يعني.
فانتي الخميرة ديت تحطي اقل كمية ممكنة، يعني تحطي اقل كمية بس. يعني دي فعلا طريقة المصانع او المحلات اللي بتعمل السوبيا. انا برضو دقته تاني لقيته محتاج تاني ملح ليمون، فحطيت له ربع معلقة كمان. نقلب بقى الخليط كويس جدا جدا لحد ما كله يمتزج مع بعضه 100%. والمفروض بقى ان احنا نسيبه في التلاجة كده، هو دلوقتي لحد كده هو دافي يعني لسه سخن يعتبر برضو، مش ما بردش قوي يعني، فلازم نسيبه في التلاجة يتقل شوية. اه لا، معلش انا نسيت، احنا حطيت خميرة فلازم اسيبه نص ساعة كده عشان الخميرة تتفاعل معاه. لو انتوا مش حاطين خميرة عادي حطوه في التلاجة. على فكرة انا كنت بعمله قبل كده من غير خميرة وكان بيعجبني جدا. المرة دي بس عرفت بطريقة المصانع، عرفت انهم بيحطوا الخميرة فقلت اجربها. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا شايفين القوام اختلف ازاي؟ شايفين؟ دي كده بعد الخميرة، لسه ما حطيتوش في التلاجة كمان. كل ما هتسيبيه في التلاجة شوية كل ما هيتقل ويبقى القوام اتقل من كده. وممكن برضك انا اكون زودت المية شوية في السليق، فيعني لو انت من الاساس عايزاها تقيلة فقللي المية شوية، ممكن انا تكون غلطة مني ان انا زودت شوية المية في السليق. اللهم صل على سيدنا محمد. بس صبيتها كده. وطبعا بقى صوبيا يبقى شوية قرفة كده على الوش، برضو كترها او قلتها حسب الرغبة، بس القرفة بتوديها في حتة تانية خالص يعني. بجد الصوبيا ملهاش غنى عن القرفة، حاجة كده روعة، بسم الله ما شاء الله. تطلع بقى من التلاجة ساقعة في الجو الرهيب اللي احنا فيه ده، حاجة جميلة وحاجة تعتبر ببلاش كده. يا رب تعجبكم ان شاء الله. انا يعني بحاول ازود القرفة، انا بحب القرفة قوي، لو انها بالنسبة لي بترفع الضغط، بس هتعجبكم ان شاء الله. تصبحوا على خير.